وأخيرا تحقق الحلم. وفد من ملتقى الإعلاميين الشباب العرب يزور أرض فلسطين. والله الواحد يعني مش عارفة كيف أعبر بصراحة. يعني حلمي هذا منذ الصغر وتحقق اليوم الحمد لله. وأخيرا يعني إن شاء الله ننقل الصورة الإيجابية عن فلسطين في رسالتنا هاي، وإن شاء الله نتمنى لكم السلام يا رب. يعني شعور لا يوصف صراحة، يعني أكثر من رائع. يعني كنا متمنين هاللحظة هاي وكانت حلم بالنسبة لنا، بس الحمد لله يعني بفضل ربنا إنه قدرنا نفوت الأراضي الفلسطينية، يعني وشعور لا يوصف صراحة. كعراقية أدخل لفلسطين أنا كنت أشوفه معجزة. يستطيع هيثم يوسف سفير الإعلاميين الشباب العرب إخفاء مشاعر الفرح والشوق لأرضه فلسطين التي حظي أخيرا بزيارتها بعد 30 عاما من الحلم. حلم 30 سنة إنه أنا بصراحة ما تخيلت. بداية جولة الإعلاميين الشباب كانت زيارة ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات لقراءة الفاتحة على روحه. دخلتها وأول ما دخلتها ما بعرف شو راح أساوي، يعني راحت كل المخططات صراحة. بس بدنا نزور الضريح بالأول إن شاء الله أبو عمار، يعني كان من نفسي من أول زمان يعني. ثم انطلقوا إلى مقر الرئاسة حيث استقبلهم أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وقام الوفد بعرض رسالة فلسطين عليه. ومن جانبه شكر الطيب عبد الرحيم مبادرة الإعلاميين الشباب. نحيي مبادرة الشباب العربي الذين جاءوا إلى بلادنا، وقد قلنا لهم أنهم هم يزوروا السجين ولا يزوروا السجان، يرفعوا من معنوياتنا خاصة في هذا الظرف الذي يقوم فيه شبابنا بفعاليات رائعة سواء هنا في الضفة الغربية أو في المحافظات الجنوبية في غزة لإنهاء الانقسام. دوار المنارة في مدينة رام الله كان المحطة الثانية، حيث قام الإعلاميون الشباب بالتضامن مع المعتصمين على دوار المنارة، وقد لاقاهم المعتصمون بالترحيب والشكر، كما هتفوا معا لإنهاء الانقسام. ولا غزتنا تحية، ولا غزتنا تحية، ولا غزتنا تحية. تناول الوفد وجبة الغداء مع نمر حماد المستشار السياسي لسيادة الرئيس، وأطلعوه على رسالتهم التي لاقاها بالترحيب. هذه زيارة مهمة في عصر الشباب الآن الذي بدأ يأخذ دوره في الوطن العربي، أن يأتي لنا شباب أشقاء من دول عربية ناشطين في مختلف المجالات الإعلامية والثقافية ليعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، توطيد علاقاتهم مع شبابنا في أرض الوطن. أنا بعتقد هذه مبادرة مهمة، أتمنى لها كل التوفيق. زيارة وفد الإعلاميين العرب الشباب جاءت لتقول بأن إنهاء الانقسام ليس مطلبا فلسطينيا فحسب، بل هو أيضا مطلب عربي. لبرنامج فلسطين هذا الصباح، وعلي غزاوي، تلفزيون فلسطين.